هو انت معاك فلوس تبدا فرانشايز في اوروبا؟ السؤال دوت على طول بيتسال لي، وده سؤال مهم جدا. عشان كده في الحلقه دي هنتكلم على المبلغ المطلوب لبدء فرانشايز في اوروبا. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الحلقه المهمه جدا مع كل اصحابك المهتمين بالفرانشايز في اوروبا والاستثمار في اوروبا. انا دكتور ميجريشن، في الحلقه دي هنتكلم عن كل التفاصيل الخاصه بالبادجت المطلوب. في الحقيقه كتير من الناس بتسالني يا دكتور هو انا محتاج قد ايه بالظبط عشان ابدا استثمر كفرانشايز في اوروبا؟ السؤال ده مهم جدا واهميته قد تصل لي اكتر من 50%، لان انا من خلال معرفتي بالبادجت بتاعتي هبدا ان انا اختار الدوله الصح، اختار المدينه الصح، اختار الفرانشايز الصح، وهعرف حسب امكانياتي ازاي انا همشي مع الفرانشايز دوت، وهعرف ايه الفرق ما بين التكاليف اللي انا محتاجها في البدايه وما بين التكاليف اللي انا محتاجها عشان اغطي اوبريشن لفتره طويله. فلازم كل ده ابقى انا حاطه في البيزنس بلان بتاعتي وعامل حساباتي عشان بعد كده لا قدر الله ما اتفاجئش باي حاجه او اتفاجئ بحاجات انا ما كنتش محضر لها، فبالتالي دوت ياثر على البيزنس وعلى نتائج البيزنس. طيب خلينا نقسم التكلفه حسب حجم البيزنس الى 3 انواع، وطبعا دوت برضه بيبقى مختلف حسب كل دوله، ولكن خلينا نتكلم عامه ان جنرال. اول حاجه عندنا الفرانشايز الصغير، ودوت مثلا لو هو فرانشايز خدمات او فرانشايز محتاج مكسب صغير، ودوت السعر المطلوب او التكلفه تقل عن 30,000 يورو. عندنا فرانشايز متوسط ممكن يكون مثلا مطعم او كافيه صغيرين، ودوت تكلفته تبدا من 50,000 لحد 150,000 يورو. عندنا بقى فرانشايز كبير، فرانشايز عالمي، مطعم كبير، محل كبير، بيزنس كبير مش اقل من 5 موظفين، ودوت تكلفته تبدا من 200,000 يورو حتى 500,000 يورو. وعلى فكره الاسعار دي اسعار 2026، الابديت الحي للاسعار وانا جايبها لكم من جوه مؤتمر فرانكفورت في المانيا علشان تبقى ابديتد، فاللي انا بتكلم فيه ده 2026. طيب خليني اقسم لكم التكاليف دي عباره عن ايه. اول حاجه احنا بنقسم التكاليف لكذا جزء، لان التكاليف اللي احنا بنتكلم عليها دي مش مطلوبه كلها مره واحده. ففي الاول مثلا احنا محتاجين التكاليف الخاصه بتكلفه الفرانشايز او بيسموها الفرانشايز فيز، او في بعض الاحيان بيسموها الانتري فيز عشان تدخل جوه الفرانشايز نتورك. في بعض الفرانشايزات بيطلبوا انتري فيز، في بعض الفرانشايزات مش بيطلبوا. الحاجه الثانيه هي تكلفه الايجار للمكان، وخاصه احنا بنتكلم على شهر او شهرين ديبوزيت، وبنتكلم على كمان مثلا شهرين 3 كايجار ان ادفانس. الحاجه الثالثه وهي تكلفه تجهيز المكان من البدايه لحد ما بيبقى جاهز على الافتتاح. رابع تكلفه وهي ان حضرتك لازم يكون معاك على الاقل اول 6 شهور تكلفه الاوبريشنال كوست بتاعه المكان. فحسب الفرانشايز اللي بتتعامل معاه هتعرف والله مثلا الاوبريشنال كوست بتاعتي الشهريه 10,000، فيبقى انا لازم معايا ان ادفانس 60,000 لاول 6 شهور لحد ما المكان يبدا يقوم فولو اب عليه رجل، وبالتالي يبدا يغطي مصاريفه ويعتمد على نفسه. ديت يعتبر التكلفه وتقسيمتها. طبعا احنا لما بنيجي بنتكلم بنظام الفرانشايز احنا بنتكلم على المبلغ التوتال، يعني بقول لحضرتك مثلا تكلفه 200,000 يورو، فلما بقول لحضرتك ال 200,000 يورو دي هي عباره عن تكلفه الفرانشايز فيز، تكلفه تجهيز المكان، تكلفه الايجار، تكلفه الاكسبنسز الاول 6 شهور. فانا لازم اقولها لحضرتك كلها مره واحده، والفرانشايز لازم يوضحها لحضرتك مره واحده، وبعد كده يقول لك البريك داون المطلوب. خلي بالك ان المبلغ ده بيبقى استيميتد، يعني مثلا ال 200,000 دول ممكن يبقوا 180 حسب مثلا ايجار المكان، ممكن يبقوا 190، ممكن يبقوا 200، ممكن يبقوا 250، بس يعني في الطبيعي زياده او اقل 15% لا يزيد عن 20% من المبلغ الكوميونيكيتد او اللي الفرانشايز قال لك عليه. فحضرتك بعد كل التكاليف دي اسال نفسك هل البادجت دي مناسبه ليك؟ هل معاك كل التكاليف دي؟ هل هتقدر تغطي اول 6 شهور من الاوبريشنال كوست بتاعت المكان؟ لو الاجابه نعم يبقى المشروع دوت والفرانشايز دوت مناسب ليك. لو الاجابه لا يبقى اكيد لازم تشوف حاجه اقل في البادجت، او ممكن تغير المدينه، او ممكن تغير اللوكيشن جوه المدينه، او ممكن تغير الدوله خالص. يعني مثلا الفرانشايز انا حابب ان انا استثمر في فرانشايز فيتنس موجود في اسبانيا ولكن تكلفته اعلى من البادجت بتاعتي، ولكن انا حابب فرانشايز الفيتنس، عارف ان الاندستري دي جروينج، عارف ان فيها اوبورتيونيتي كويسه جدا، بس للاسف تكلفتها في اسبانيا مش مناسبه للبادجت بتاعي. طب ايه رايك لو عملناها في البرتغال؟ ما هو في برضه فيتنس فرانشايز في البرتغال، او عملناها في التشيك، او عملناها في بولندا. فتختار المكان، المدينه، الدوله المناسبه للبادجت بتاعتك، وطبعا بعد اختيار الاندستري اللي انت ترتاح لها واللي انت فاهم فيها. الخلاصه مفيش فرانشايز مناسب للجميع، مفيش فرصه بيزنس مناسبه للجميع. في فرصه بيزنس ممكن تكون مناسبه ليا في المدينه الفلانيه بس مش مناسبه ليا في مدينه ثانيه، ممكن تكون مناسبه ليا في الشارع الفلاني بس مش مناسبه في شارع تاني، ممكن تكون مناسبه ليا في دوله معينه بس مش مناسبه في دوله تانية، ممكن تكون مناسبه ليا بس مش مناسبه ليك. ممكن اكون انا بحب السيرفيسز فاجري ورا فرانشايز للسيرفيسز، ممكن حضرتك لا انت بتحب البرودكتس، فبالتالي هيبقى بالنسبه لك افضل البرودكتس. الخلاصه ان كل واحد بيختار المناسب ليه، وسبب النجاح
هو ان احنا نختار المناسب لينا، وليس ان احنا نشوف الاخرين عملوا ايه ونعمل زيهم، لان احنا مختلفين. لو عجبتك الحلقه واستفدت منها ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وسبسكرايب، واحنا دايما بنجيب لكم كل الاخبار وكل الابديتس اللي ليها علاقه بالانفستمنت والاقامه في اوروبا والحصول على الجنسيه الثانيه.